بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فيديو سريع جدا عن طريقه عمل الجمبري، وهوريكم الخلطه الرهيبه اللي تحتفظوا بيها لكل انواع الاسماك. انا بجيب الجمبري بتاعي، انا بحب اقصقص اللي هي الشوارب دي لان بصراحه بيبقى شكلها مش حلو، وكمان ممكن تقع في الصوص بتاعه، والصوص بتاع الجمبري زي ما انتم عارفين بيبقى حلو يعني، فلما بنحب نشربه او كده ما يبقاش فيه الحاجات دي، ما تقعش فيه. فبشيل الشوارب دي وبفتح من الظهر علشان خاطر اشيل الكيس الرملي اللي هو اللي في الظهر بتاعه. بشيله بالراحه كده. هو ده كده الجمبريه ما كانتش واكله قوي، فعشان كده الكيس ما كانش كبير، لكن في اكياس بتبقى مليانه رمل. بفتح بقى الجمبريه كده للاخر، زي ما بعمل البتر فلاي كده. وده عشان خاطر التتبيله تدخل جوه لحمه الجمبري ويبقى طعمها حلو. هاجي بقى هغسل الجمبري بتاعي. انا ما بحبش احط له خل، انا بحط له عصره ليمون كده عشان الزفاره اللي فيه، وبحط عليه ميه واسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه على حسب يعني. بس بسيبه بقى في الميه والليمون كده ربع ساعه، وبعد كده باخده اشطفه واصفيه واركنه بقى على جنب لغايه ما اعمل الخلطه اللي هي بتاعتنا. طيب الخلطه دي عباره عن ايه؟ عباره عن كرفس، والكرفس من الحاجات الحلوه قوي للاسماك، وبصل وفلفل وتوم، ودي كزبره خضره مش بقدونس، والكزبره برضو حلوه قوي للسمك، وطماطم. هناخد بقى كل الحاجات دي كده مع بعض ونحطها في شفشق الخلاط او في الكبه زي ما الموجود عندك، وبعد كده نطحنهم مع بعض. الكزبره ممكن كمان لو انتوا بتقلوا سمك وقطعتوا عودين كده مع التوم، دقتوهم مع التوم بتاع تتبيله السمك، برضو بتديله طعم حلو قوي. هنحط حوالي معلقه ليمون كبيره، وبهارات سمك دي اللي بنجيبها من عند العطار، وبحط كمان كزبره جافه، وطبعا كمون ده اهم حاجه للسمك، وبظبط بقى الملح بتاعي. دي كده الخلطه بتاعتنا، هنضربها في الخلاط بس ما نحطش عليه ميه خالص. نفضل بقى نقلب فيه شمال يمين لغايه ما يتفرموا من غير ما نحط عليهم ميه. باجي بقى باخد الخلطه دي بحطها في علبه وبحتفظ بيها في الفريزر. الخلطه دي حلوه قوي لو انت كمان بتعملي سمك سنجاري او سمك مشوي او كده، ممكن تستعمليها مع السمك، بتديكي نتيجه حلوه قوي يعني. احتفظي بيها في الفريزر، ووقت ما تعملي سمك طلعيها واستعمليها. انا بحب احط مع الجمبري زبده مش زيت، بتديله طعم حلو. فحطيت بقى معلقه زبده كبيره كده وسبتها لما تسيح، وبعد كده اهم حاجه ان الطاسه طبعا تكون سخنه عشان الجمبري ما ينزلش ميه كتير. اول بقى ما الطاسه سخنت قوي رحت حطيت الجمبري بتاعي، وبفضل بقى اقلب فيه كده مش فتره طويله يعني، الجمبري ما بيقعدش كتير على النار. بحط بقى معلقه من التتبيله اللي احنا عملناها دي، وبسيبه حوالي 10 دقايق كده يشرب من التتبيله ويشرب الزبده وايه، ولغايه ما يستوي. بنعرف ازاي ان الجمبري استوى لما بنلاقي لونه اتغير بقى، لونه محمر كده. طبعا بظبط بقى الملح وبحط له فلفل اسود بس مش اكتر، لان الخلطه بتاعتنا فيها توابل كتير، وبقلبه كده لغايه ما بيستوي معايا. وبعد كده بحط رشه صغيره من البابريكا، ممكن تستغني عنها بس البابريكا بتديله لون حلو وبرده بتديله طعم حلو. بصوا عشان الطاسه كانت سخنه ما نزلش ميه كتير، عشان كده بقول لكم مهم جدا ان انتوا الطاسه بتاعتكم تكون سخنه. ده كده بصوا بقى وصفه الجمبري سريعه ازاي، ما خدتش مننا اي وقت. بنرش عليها بقى شويه كزبره وناكلها مع رز ابيض او رز سمك، وبألف هنا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.